بس للأسف لقد فعلت المستحيل، ولكن المستحيل لم يكن كافيا وسقطت. من بعد الفيديو ده في كذا حد قاعد يسألني: طب يا شاطر انت دخلت كلية ايه؟ بقيت بتدرس ايه دلوقتي؟ قول لي مجموعك حالا. نمبرز. I need numbers. والإجابة هي ولا حاجة من دول خالص. أنا سبت التعليم. ودي تالت حلقة من قعدة شطار، السلسلة اللي بطلع ارغي فيها عن مواضيع شخصية ومواقف حصلت لي عشان ارجع لها بعد كذا سنة اقول الكرنج اللي انا كنت فيه ده. يو واتساب بويز، قبل ما ابتدي فيديو النهارده في موضوعين حابب اتكلم فيهم، فلو انت مش مهتم ممكن تعمل سكيب وتروح لموضوع الفيديو الاساسي. طيب يا جماعه، واضح كده ان انا خلاص اتكنسلت. الشاطر خلاص كتب نهايته بايده بعد اخر فيديو عمله. في واحد خرجني من الاسلام، لقد كفر ابن المتنين، وفي واحد حرفيا حطني في لستة المقاطعه. انا خلاص كده بقيت زي بيبسي وكنتاكي. ويا ريت الموضوع وقف لحد هنا، بس لا، الموضوع وصل لحماده الاوتاكو وحماده الهيبو هيد ومحمد بيه. يو واز جود برا، وات ذا فاك يا شاطر. انا كنت فاكرك سيجما ميل الفا ميل سكيب دي تويلت باتريك بيتمان سكيب دي ريز، طلعت بيتا يا مان. انا كنت شات بسببك يا مان، كنت واخدك قدوه في الشات يا مان، طلعت واد بيتا وبتحب البنات وستريت يا ماتي كوداساي يا شاطر. وانا اللي مفكرك اخرك بنات انمي وهنتاي يقووا القلب. كل الاوتاكوز غضبانين عليك ليوم الدين يا شاطر. فاكر كلامك اللي قلته من سنه عن البنات دول اصلا في الاصل هولوجرام. الشركات الرأسمالية عاملاهم عشان بس يشبعوا رغباتهم الرأسمالية، انما اصلا مفيش حاجة اسمها بنات هولوجرام. نسيت انهم مؤامرة من الماسونية علينا؟ عرفوا يشتروك يا شاطر. دفعوا لك كام؟ بعت روحك للشيطان صح؟ انت يا رخيص. You guys cooked me so bad. قعدت بتاع 3 ايام مش عارف انام بسبب الكومنتس بتاعتكم. امي كل ما تشوفني تقول لي: مالك يا عمر، حساك زعلان، وانا بي لايك: تقربيش مني يا ماما، انا بقيت مقاطعه، ابنك مطبوخ يا امي. انتوا بجد الوهله حسستوني ان انا اسود البشر. الاسود ابو قلب ابيض. معقوله يا رجاله بعد كل اللي وصلنا له تقرروا تتخلوا عني؟ بعد كل اللي عملناه والوقت الحلو اللي قضيناه مع بعض تقرروا تكنسلوني؟ بس لا 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 لا, لا. خلونا اطلع الفيلن اللي جوايا. I am done. I'm done. انتوا محتاجيني. احمدوا ربنا ان انا موجود. You people should be thanking Christ that I am who and what I am because you need me. لو انا مشيت هيحصل اختلال في التوازن في النت المصري. You need me to save you. I am the real hero. معلش يا جماعه سامحوني، انا لسه بس كنت بتفرج على ذا بويز. ساعات كده بتجيلي الحاله وبحس ان انا هوملاندر وبفضل ازعق لهم في البيت. دلوقتي بقى خلينا نتكلم بجد. بصوا يا جدعان، انا كنت واضح معاكم في الاول، قلت لكم ان انا الابن الضايع على النت وفي الشوارع. ما جيتش قلت لكم ان انا القدوه. انا شخص فيا الحلو والوحش. الكويس فيا اديله التحيه، بديله التحيات، انما الوحش انطر قبلكاش. فبلاش نعيش الاونطه على بعض. يعني انا مش شخص بالجمال اللي انت متخيله. واكتر حد بيضحكني بتاع اللي هو: يا شاطر انت بقيت تافه برو. هو انا كنت بشرح لك كوانتم فيزيكس قبل كده في فيديوهاتي. يو ستيوبيد ليتل بيس اوف شيت. يا ريت اي حد مستني مني اعمل محتوى هادف بيساعد في تطوير المجتمع والرقي بالعرق الانساني في العصر العثماني يا ريت تطلع بره. وحاجه اخيره بقى، يعني كل اللي بطلوا يتفرجوا عليا وعملوا انسبسكرايب، انا مبسوط ان انتم مشيتوا. انا مش مهتم غير للناس اللي هي بتحبني بجد. انا كشخص مش هتحكم عليا من فيديو. انا اصلا عملت يوتيوب من الاول عشان الاقي ناس شبهي واعمل كوميونتي، وعشان يبقى معايا فلوس واتشهر واجيب اول ذا بيتشز. تاني موضوع عايز اتكلم فيه وهو حاجه تخص محتوى الشانل الفتره الجايه، هو ان الصراحه ما بقتش حابب اطلع اعمل فيديو رياكت او كومنتري تاني. انا مش بقول ان انا هبطل النوع المحتوى ده، بس الفتره الجايه هتلاقوني بنوع وبعمل فيديوهات انا فعلا بحبها. عشان لو هكون صريح معاكم، يعني الفيديوهات دي حاسس انها ما بقتش تمثلني. بقيت اللي هو بعملها بالزق كده، او بعملها عشان في ترند معين لازم الحق اتكلم عنه. فانا قررت ان انا ارجع اعمل فيديوهات انا فعلا مهتم بيها وبحبها، عشان لو عملت كده هطلع فيديوهات جامده. بس لو عملت فيديوهات انا بعملها بالزقه او فيديوهات انا مش حاسسها، هتطلع فيديوهات تراش. المهم نرجع لموضوع الفيديو الاساسي. انا خلصت ثانويه بقالي بتاع سنتين. الوقت بيعدي بسرعه فشخ. يعني المفروض دلوقتي اكون داخل تانية جامعه. المهم ان انا لما سقطت في الرياضه ما كنتش قايل لكم، بس انا كنت جايب 47%. بعد ما عدت السنه ونجحت فيها طبعا الدرجات اتعدلت وجبت درجه احسن بكتير. جبت
52% نسبة استحواذ منتخب مصر على الكورة. فيا ترى مع السؤال المهم والجوهري هنا، يا ترى انا عملت ايه بال 52% دول؟ دخلت بيهم كلية ايه؟ يا ترى معهد تصغيط بط وفراخ في الفيوم، او معهد مثلا مص بلابل في اسوان؟ ولا حاجة من دول. يعني يا ريتها كانت حاجة من دول، بس ولا حاجة من دول. انا التنسيق جاب لي حاجة اسمها خدمة اجتماعية. What the fuck is this piece of shit? مع ان انا كنت حاطه في الرغبه اللي مش عارف كام، كنت راميه تحت كده، بس لا، هو معهد خدمه اجتماعيه. هو انا ليه بتامر على دول 52%؟ المهم يعني بعد ما جالي المعهد الخدمه الاجتماعيه ده، خدت نتيجه التنسيق كده، بصيت فيها، رحت قلت لماما: هاي ماما، ايه يا عمر، انا هسيب التعليم يا ماما. بابا. طبعا هي ماما ما قالتليش بابا. انا بس قلت احطها كده عندي من السكريبت يعني عشان شخص مش محترم. بس هي اتفاجئت طبعا، وعرفت انا وهي نتواصل لحل، واقنعتها عشان عندي اسباب. طبعا دلوقتي في حد هيجي براس مجوفه، خلايا مخه العصبيه قربت تنتهي بسبب انه مش بينام كويس ومقضيها لعب لول ليل نهار، هيجي ويقول لي: يا زميلي انت مفكر نفسك بيل جيتس ولا مارك زوكربيرج عشان تسيب التعليم يا زميلي؟ يا زميلي بطل عبط وروح كمل تعليم يا زميلي، عشان الشهاده وشكلك قدام المجتمع يا زميلي. انا ما خدتش القرار ده عشان ابقى مميز زي بيل جيتس ولا مارك زك، لا، انا عندي اسبابي. انا لما جالي كليه خدمه اجتماعيه دي، قلت لما اعمل ابحاثي وريسيرشاتي واشوف انا هطلع من البتاعه دي وابقى ايه، لقيت اني هطلع من البتاعه دي وليا كده كام تخصص. اول حاجه هي الشؤون الاجتماعيه والتضامن، ودي مثلا زي ان ابقى اخصائي اجتماعي. انا ابقى اخصائي اجتماعي زمان وانا صغير الاخصائيه الاجتماعيه دي الحاجه الوحيده اللي كانت بتعملها في حياتها هي انها كانت بتجيب خضار من السوق، ملوخيه بقى ولا كوسه، وتفضل تقرط وتخرط فيهم، كانتش بتعمل اي حاجه من شغلها. البيت دي كانت يوزلس حرفيا. وتاني خيار هو دار المسنين ومراكز رعايه الامومه والطفوله. بالنسبه لدار المسنين فلا، يعني انا بكره العواجيز، وكمان عندهم خرف بقى ومشاكل كتير، وفي منهم متحدين. لا، وانا الصراحه يعني انا مش ناقص اكون قاعد في حالي الاقي واحده عجوزه جايه لي تقول لي: اسمع يا ابن وبالنسبه لمراكز رعايه الامومه والطفوله فلا، برضو انا ماليش دعوه. يعني كل واحده تخلي بالها بقى من عيلها، مش شغلانتي. تالت حاجه متوفره لي هي مراكز الدفاع عن المراه. Man I don't give a shit about المراه. I don't give a single damn fuck about المراه الوحيده اللي انا مهتم ان انا ادافع عنها هي امي، غير كده I don't give a shit. رابع حاجه متوفره لي هي مراكز اطفال الشوارع. يعني بقى يستخدموا بقى كاندومز بقى، بطلوا قرف بقى، يعني بطلوا تخلفوا عيال وترموهم في الشارع بقى، وطهقتونا في عيشتنا بقى، جت كل خرا على ناس تقرف. وبكده لقيت ان انا خدمه اجتماعيه دي مش هستفاد منها بقريب او من بعيد بحاجه خالص، تبقى مضيعه للوقت. وفي سبب زياده خلينا ابطل تعليم، هو سبب شخصي بس عادي، يعني انا عامل الفيديو ده ليا وليكم عشان اشوف برضو بعد كام سنه انا وصلت لايه. المهم السبب ده هو ان انا شخص من زمان ما بحبش اخد فلوس من ماما، وعشان برضو تكونوا فاهمين الصوره كامله، هو مفيش غير ماما، بابا الله يرحمه، فمفيش غير ماما. وكليه خدمه اجتماعيه دي لما سالت لقيت ان الحضور اجباري اول سنتين، فهكون عامل حرفيا كاني في مدرسه، فمش هعرف اشتغل خالص اول سنتين، فهضطر اخد فلوس من امي، وانا مش بحب اخد فلوس من امي. يعني انا اديها فلوس تمام طبيعي، بس ان انا اخد منها يعني ما ايه. ويعني انا برضو مش بفليكس بالحاجه دي يعني، وبقول لكم شوفوا قد ايه انا راجل ومش باخد فلوس من امي بس لو بجد يعني انا بحس بتأنيب ضمير لو انا خدت فلوس من امي. اخر حاجه كنت ممكن اكون خدت فلوس منها هو التليفون اللي بصور بيه، خدت كمان نص المبلغ ولا الربع الاخير فيه عشان بس كانت واقفه عليه، وكدتهم لها تاني. فيعني هي في الحاجات الصعبه قوي، انما غير كده ما بحبش. يعني دي حاجه ممكن تزعل حد، بس لو انت شاب دقنك قربت تكمل وصوتك عامل زي الجاموسه في البيت، ففروم براذر تو براذر انت لازم تنزل تهزها عشان تجيب رزقها وتعيد حساباتك، يعني فاهم؟ ما ينفعش. من الاخر بقى يعني ايه، عشان اكون صريح معاكم، يا شاطر هيفجرها دلوقتي، انا بكره التعليم والدراسه بقى. يعني من وانا صغير شايف ان ده مش الشيء بتاعي، عمري كده ما كنت عارف كده ايه اندمج ابلند ان مع مجتمع المدرسه والمدرسين، غير حرفيا هم صاحب واحد او صاحبين ومستر واحد بس حرفيا بالعدد في طول مسيرتي التعليميه. ممكن ابقى احكي لكم عن المدرس ده في فيديو تاني هعمله عن المدرسين، عشان انا
المدرسين دول بقى حاجه تانية خالص. وانا كمان بقى ايه كنت في مدرسه حكومه بقى، فاللي هو كان بيبقى فيه بتاع 40 واحد في الفصل، 3 في كل تخته، والتخته كانت بتبقى خشب فاهم، انت كنت بتروح تصبك وظهرك فشخينك. جالي الغضروف وانا في تانية ابتدائي. ده غير بقى ايه يعني ايه غير الروايح اللي كانت بتبقى في الفصل، يعني ميكس كلوتات مصننه على سندوتشات جبنه نستون على عرق العيال اللي طالعين من الفسحه. الموضوع ده اصلا محتاج له فيديو لوحده يعني حرفيا. بس ملخصا انا بكره حاجه اسمها المدرسه، بجد بكرهها فشخ. فانا ما كسبتش من المدرسه غير وجع الدماغ والظهر. وبرده حتى بقى منهج التعليم ذات نفسه، يعني انا برده من زمان مش بحبه ولا عارف افهمه، ومنصوب بالكسره ومرفوع بالجره ومين ان دي بقى يعني واخواتها ايه وامور عائليه غريبه انا مالي بيها، ولا الاسم المطوله بقى واطلع بعامل مشترك وانزل مش عارف هري كل ده كان هري وحشو على الفاضي فاهم، بيكبسوه في دماغه العيال الصغيره. لو كانوا خلونا نشترك في كورس دكتور مكاوي ولا علمونا تداول كان هيبقى احسن والله. فزي ما تقولوا يعني انا عندي بيف مع التعليم. لما اخلف عيالي هعلمهم القرايه والكتابه وجدول الضرب، شكرا. انزلوا بقى على ايه، على سوق العمل. اختصر بقى عليهم كل الهري اللي ملوش لازمه ده، ولا خليهم يشتركوا في كورس صلاح ابو المجد مثلا يتعلموا ازاي يعملوا 400,000 جنيه في تلت ساعه، اي حاجه مفيده كده. فدلوقتي انا رسميا سبت التعليم وحاسس بالحريه. الصراحه لو جيتوا سالتوني من 5 سنين وقلت له هل يا شاطر كنت متوقع انك تسيب التعليم، كنت اقول لكم الصراحه لا. يعني من وانا صغير كنت دايما بحاول، اي نعم كنت بكره المذاكره بس انا كنت دايما بحاول في المذاكره، وكنت بفكر ان انا بقى هطلع مهندس بقى ويطلبوني في وكاله ناسا اروح اكتشف سبب عفونه البطاطس في كوكب المريخ. بس يعني هي دي الحياه، يعني كل شويه بتفاجئك ببلوت تويست جديد انت ما بتكونش متخيله. دي حكمه ربنا عامه، يعني انت ممكن لما يحصل لك شيء وحش تقول بقى خلاص بقى يعني اي ام كوكد، راحت عليا تم طبخي، بس بعدين تكتشف ان ده حصل لسبب معين وكان في حكمه من وراه. فالحمد لله. ودلوقتي انا حرفيا ضايع. بالنسبه للجانب العاطفي فانا ما بحبش، ولو حبيت فمش هعرف اتجوز عشان انا كمان مفلس. هاي انتي، انا معايا كمبيوتر جيمنج بينور، ايوه بينور. فلو عايزه نتجوز ونخش في علاقه مجنونه، ايوه مجنونه، كلميني على الانستجرام. الاماكن محدوده، ما عنديش مذاكره ذاكرها، مش متوظف. حاسس ان انا افورت الصراحه. انا مش ضايع للدرجات دي، يعني الحياه لسه جميله وفي حاجات تستاهل ان الواحد يعيش عشانها، زي العيله، الصحاب، اسماء جلال، وطبعا الجنج، الابناء الضايعه انتم. يمكن انا ما كنتش شاطر فعلا في التعليم، بس انا ممكن اكون شاطر في حاجات تانية. فيديوهات اليوتيوب دي هي الشيء اللي انا شايف نفسي شاطر فيها وبحب اعملها، وهفضل اعملها لحد ما مش عارف امتى، بس انا بحب اعملها وعادي. يعني انا معرفش الصراحه، انا عامل الفيديو ده عشان ارجع بعد 5 سنين اشوفه بقى واشوف انا وصلت لايه. مش عارف برضو ليه بالظبط 5 سنين، يعني هم ليه ما ممكن 10 سنين عادي، معرفش، بس انا عامله كده يعني عشان نقطه كده اكبر في السن وارجع ابص لها. يعني يا رب ما ارجع وابص اقول ايه العبط اللي انا كنت فيه ده واندم على القرار ده، يعني يا رب. انا خايف، بس انا هحاول بكل قوه من عندي ان انا ابقى فعلا شاطر في الحاجه دي، او معرفش بس لازم اكون شاطر وبس كده. اتمنى تكونوا استمتعتوا بالجزء الزغنطوط ده من حياتي، وشكرا لاستماعكم. مش عارف يعني انا بجد مبسوط اني بجد انا عندي منصه اقدر احط فيها الكلام ده، وفي ناس مهتمه. انا بحبكم فشخ، فشكرا لكل اللي سمعوني. انا كنت فعلا محتاج اتكلم، بس الابناء الضايعه فور لايف. اشوفكم في الفيديو الجاي، سلام. A psychic read my lifeline, told me in my lifetime my name will help light up the Chicago skyline, and that's why I'm